مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 ويلي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور يحيى سعدون، اختصاصي بالأمراض العصبية. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور يحيى. مساء الخير، مساء الخير، الله يعطيكم العافية. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا مثل ما ذكرنا دكتورنا الدكتور يحيى اختصاصي بالأمراض العصبية. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا كتير. إذا حابين تأغنوا لقائنا وتتصلوا معنا فيكم تتصلوا بالرقم الأرضي 429-101 أو عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي أو عبر رسالة عبر الواتساب 093-82-81-4. رح نكون مسرورين جدا لما بتأغنوا لقائنا. شكر لزملائي بالكنترول مروان وشيرين. رح نبدأ لقائنا لليوم. موضوعنا هو اليوم النزف الدماغي. يا ترى شو هو، شو أعراضه، شو أسبابه، شو عوامل الخطورة، والعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور يحيى سعدون. بالبداية دكتور، تعريف للنزف الدماغي. كتير نسمع أحيانا أنه المريض الفلاني صابته جلطة دماغية بالمصطلح العامي اللي هو حادث وعائي دماغي، اللي هو مو موضوعنا لليوم. لكن النزف الدماغي شو هو؟ مساء الخير للجميع، الله يعطيكم العافية وشكرا للاستضافة. أستاذ عماد، موضوع النزف الدماغي هو أيضا يعتبر من الحوادث الوعائية الدماغية. تماما. يدخل بمصطلح الحوادث الوعائية الدماغية هو الحادث الوعائي الدماغي النزفي أو الاحتشائي. تماما. مصطلح الحادث الوعائي الدماغي النزفي كتعريفا هو تمزق أحد الشرايين أو الأوردة الدماغية. تمزق أحد الشرايين أو الأوردة الدماغية داخل نسيج دماغي أو خارج النسيج الدماغي. تماما. المصطلح النزف الدماغي، طبعا النزف الدماغي هو يعتبر ثالث أسباب نسبة الوفيات التي تحدث في العالم بعد احتشاءات العضلة القلبية وبعد السرطانات الأورام بشكل عام. موضوع النزف الدماغي الأسباب طبعا النزف الدماغي له نوعين: النزف الدماغي العفوي أو النزف الدماغي الرضي. تماما. أو الغير عفوي. النزف الدماغي العفوي يدخل ضمن تصنيفه هناك نزف دماغي تالي لارتفاع التوتر الشرياني. نعم. أو نزف تالي لأمهات دم، أو تسمى بالنزف تحت العنكبوتي. في عندك نزف داخل ضمن النسيج الدماغي، نزف ضمن البطينات، ونزف تحت العنكبوتي. تمام. هذول 3 أشكال النزفات الدماغية حسب التوضع في فوق الخيمة وفي تحت الخيمة. أيوة. هلا ضمن فوق الخيمة تشكل 85% من نسبة النزفات. نعم. وهي النزفات فوق الخيمة تأتي المريض بأعراض ارتفاع التوتر داخل القحف، وخاصة الصداع، الإقياءات، نوبة اختلاج، فقدان وعي، انفلات المسارات البولية أو نوبة اختلاج. تماما. موضوع النزفات تحت الخيمة وهي تتضمن نزفات المخيخ ونزف جذع الدماغ. أيوة. نزفات المخيخ بشكل عام انذارهم تكون نزف حفرة خلفية، في شوية خطورة عالية أكثر من ما يكون إنه فوق الخيمة. تماما. إلا إذا كان هناك نزف كبير فيضاني فوق الخيمة، ضاغط على المراكز الحيوية. نعم. بما فيه مركز جذع الدماغ، مما تسبب أحيانا إلى انفتاق دماغي. أو نزف ضمن البطينات. نزف ضمن البطينات أيضا له خاصية وله خطورة بنسبة عالية، لأنه المريض اللي يكون عنده نزف ضمن البطينات يصير عنده درجة عالية من الاستسقاء الدماغي، لأنه تنسد ثقبة لوشكا وما جندي، هاي الثقبة اللي توصل بين البطينات. تماما. ويسبب له صرف. بهيك حالات أحيانا نضطر إنه نتداخل على المريض تداخل جراحي مشان جلب الاستسقاء، مشان نتجنب الاستسقاء الدماغي وما يفوت المريض بأعراض وانفتاق دماغي. تمام. بهيك حالات نضطر إنه نركب صارفة دماغية بريتوانية أو صارفة خارجية مؤقتة. هلا النزف تحت الخيمة، نزف المخيخ ونزف جذع الدماغ. نزف الجذع الدماغ للأسف إنذاره سيء، يضل على موضوع المريض علاج
محافظ. في كل الحالات هو علاج محافظ، هو ضبط عوامل الخطورة، ولكن بشكل عام نزف المخيخ هو نزف حفرة خلفية ذو خطورة عالية، والأكثر خطورة هو نزف جذع دماغ. تماما. شرح جميل جدا لعنوان حلقتنا لليوم. وأيضا يعني ضمن شرحك أيضا ذكرت الأسباب دكتور اللي هن بيكونوا ردي أو مثل ما بيقولوا عفوي. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر على مريض كأطباء، يعني كمصطلح طبي، على موضوع الأعراض اللي عم تظهر على مريض النزف الدماغي، وجه المفارقة بين الاحتشاء الدماغي كأطباء، شو هن العلامات الفارقة أثناء الفحص السريري للمريض؟ هلا أول شيء بدك تبلش من أخذ القصة المرضية. بدء القصة بدأت يا هل ترى بلش المريض بقصة مفاجئة؟ نعم. قصة مفاجئة، إذا صار عنده صداع، صار عنده إقياءات، وبعدها تلاها نوبة اختلاج أو فقد وعي أو خزل شقي، أو بأن نحن نسميه أعراض بؤرية. تمام. صارت عنده أعراض بؤرية، هذاك الوقت بدك تفكر بالدرجة الأولى بالنزف الدماغي. أما الحادث الوعاء الدماغي الاحتشائي تماما. قد يكون صمي أو قد يكون خثاري. تماما. الخثاري هو احتشاء مترقي. مترقي وما تترافق لا مع اختلاجات ولا بصداع ولا بإقياءات. أما الاحتشاء الصمي أيضا قصة مفاجئة. تماما. قصة مفاجئة تتظاهر المريض بصداع مفاجئ وظهور أعراض وعلامات بؤرية صريحة. تماما، اللي منها خزل شقي أو لقوة أو كذا. تماما. رتة كلامية، شلول أعصاب قحفية، الخزل الشقي، الأعراض البؤرية الواضحة. مثل ما قلت حبسة كلامية اللي هو. تمام. دكتور، كأطباء أمراض عصبية، هلا شو الإجراءات اللي بتتخذوها مثل ما ذكرت من شوي، إنه من خلال القصة بالفحص السريري والقصة المرضية، أسئلة المرافق مثلا، شو الإجراءات الثانية اللي بتبت بالموضوع؟ يعني إنه حجم النزف، كمية النزف، توضع النزف، الإجراءات اللي بتتخذوها. هلا الإجراءات، في إجراءات وقائية وفي إجراءات التدابير أثناء حدوث النزف الدماغي. تماما. طبعا قبل ما نصل لهالموضوع، أتوقع أنه أهم شيء أنه نوقف على موضوع الأسباب. تماما. الأسباب اللي أدت إلى تشكل أو حدوث النزف الدماغي. طبعا هون الأشيع سبب بالنزف العفوي هو مريض ارتفاع توتر شرياني. تماما. أو هناك بما تسمى أمهات الدم. تمام. أمهات الدم الوعائية، أو بما تسمى بتشوه وعائي خلقي AVM، أو اضطرابات عوامل التخثر. اضطرابات عوامل التخثر بما فيه نقص الصفيحات، وزمن النزف والتخثر قد يكون متطاول، أو يكون عنده آفة دموية أو آفة جهازية مترافقة. بالإضافة إلى موضوع هناك أسباب كثيرة اللي تؤدي إلى عوامل إلى حدوث نزفات دماغية، وخاصة هي هشاشة الأوعية أو بما تسمى الأتروسكليروزس، تصلب الشرايين. مع الزمن تؤدي أحيانا إلى حدوث نزفات دماغية عفوية. تماما. هذول ربما يكونوا عند كبار السن أكثر دكتور؟ أكثر شيوعا. تماما. دكتور، طب دائما بيحكوا الأطباء موضوع الزمن الذهبي، يعني ممكن يكون مثلا نفيد مريض الاحتشاء أكثر من مريض النزف، لكن عند مريض النزف في هناك فرصة ذهبية، زمن ذهبي لإنقاذ المريض لأنه ما يفوت بعقابيل أخرى مثلا. هلا هون موضوع في شيء اسمه الفرصة الذهبية أي بما تقال مو عندنا بسوريا. تماما. فهمت علي شلون؟ بمراكز متطورة، لأنه هنيك بمراكز متطورة هناك مراكز تطبيق RTPA هو حالات الخثرة، أو إجراء DSA هو تصوير أوعية دماغية بالحسب الرقمي، وإجراء قسطرة دماغية وسحب الخثرة الشريان، و إجراء رائع ولكن للأسف غير متوفر لدينا. يعني هذا الإجراء يعني
فينا نقول انه بينقذ المريض من الدخول بمرحلة النزف او الخثرة مثلا يعني. مجرد صار عندك احتشاء دماغي خثاري او صمي او صمي، الفرصة الذهبية هلا هون الفرصة الذهبية بالاحتشاءات الدماغية. هلا احتشاءات العضلة القلبية أول 3 ساعات بإمكانك تنقذ، أما عند الدماغية أو الساعة الأولى هون يكون عندك طاقم RTPA جاهز عند حدوث أي حادث وعاء دماغي. الاتصال مع الفريق RTPA، المريض يصل على المركز جاهز من خلال الطاقم، يكون عنده بروتوكول جاهز. صح. والسيارة جاية على المركز الRTPA، يتقيم وضع المريض بالطريق. الله. من ناحية التقييم المخبري، إجراء سكر دم إسعافي، إجراء تخطيط قلب، وإجراء قياس ضغط الدم. هالأمور هدول الإسعافيات بإمكانك يجهز المريض، تقييم عمر المريض، تقييم أكسجته مثلا، العلامات الحيوية كلها بشكل كامل، يتأكدوا من إنه هذا المريض إنه مرشح لRTPA. أيوة. لأنه في عندك استطباب ومضاد استطباب. إذا كان هو استطباب مباشرة يدخلوا على وحدة الRTPA، أو يتسوالوا DSA بشكل مباشر بدون أي مشكلة، ولكن مو ببلدنا للأسف. للأسف مثل ما ذكرت، أكيد هو إجراء جدا رائع وبيستفيد منه المريض. دكتور، الأطفال بينصابوا بهالحالات هاي النزف الدماغي غير الحوادث مثلا، غير الرضية؟ طبعا ينصابوا بالنزفات الدماغية العفوية كمان، قد يكون مترافق مع تشوه وعائي خلقي، تشوه AVM، أو اضطرابات عوامل التخثر، أو آفة دموية مترافقة مثل منجلي أو ناعور، أو اللي عنده أمراض دموية. نعم. أمراض دموية مترافقة. أكيد. طبعا ينصابوا بحالات نزفات دماغية ونشوف. تماما. دكتور، بعد ما بتشخصوا المريض، هلا كثير من الأحيان إنه المريض ما بيحتاج لعمل جراحي، وذكرت من شوي بيحتاج لمكس بالمشفى، سواء كان بجناح العناية أو جناح يعني العادي، يعني ما بيحتاج لعناية فائقة. هل المريض هذا العلاج لو نحكي عنه على البندين، جراحي ولا غير جراحي؟ هلا هناك هون إذا حكينا بالخطة العلاجية، الخطة العلاجية تدبير المريض النزف الدماغي هو أول شيء طبعا الاستقصاءات. نبلش بالاستقصاءات. أول ما يجي المريض تسوي له تحاليل إسعافية، هل ترى في عنده شيء مشكلة استقلابية أم لا. تفسر الحالة. إذا ما في شيء استقلابي، تخطيط قلب، هل ترى هناك تبدلات تخطيطية سدعي، لأنه المريض الحادث وعاء دماغي جميع التبدلات التخطيطية قد تلاقي عند المريض يدخل بلا نظميات قلبية، وأحيانا يفقد حياته من وراء هاي الشغلات، هالأمور هدولين. الاستقصاء الثاني هو أفضل إجراء لنفي النزف الدماغي، وإذا شكيت فيها هو إجراء CT للدماغ أو الطبقي المحوري للدماغ، بدون حقن. هذا أول إجراء والأكثر فائدة للمريض وللطبيب، وأسرع إجراء. بعد إجراء CT للدماغ ينقبل المريض في وحدة العناية المشددة الأفضل. تدبير المريض على شكل التالي: يوضع المريض بوضعية رفع الرأس 30 درجة، بالإضافة إلى تأمين أكسجين بدرجة 3 إلى 5 لتر بالدقيقة، أو ينحط المريض إذا في استطباب للتهوية الآلية، تنحط المريض على التهوية الآلية مشان تخفيف الوزمة الدماغية، والمريض تركينه ويستفاد من أحد علاجات الوزمة الدماغية هو التهوية الآلية. مشان يخفف لك الوزمة الدماغية. تالي شيء هو ضبط الارتفاع التوتر الشرياني، ومعالجة اضطرابات عوامل التخثر إذا كان في هناك شيء يستدعي إلى شيء إسعافي، مشان لربما مريض عنده نقص فيحات، مريض دموي، أو مريض عنده هجمة ناعور أو منجلي، أو أي شيء من الأمراض الدموية الثانية. التدبير الإسعافي هو ضبط الضغط الدرجة الأولى.
تماما. دكتور، مثل هيك مرضى بتشاركوا الاستشارات مثلا مثل أمراض دم مثلا أو قلب مثلا استشارة قلبية؟ طبعا المريض إذا كان مريض ارتفاع توتر شرياني تيكون مريض مشاركة قلبية وعصبية. تماما. أو إذا مريض في عنده اضطراب عوامل تخثر أو في عنده شي مشكلة دموية أو مشكلة استقلابية أو أي شيء أو أكيد. مشكلة كبدية، إجباري بدنا نضطر إنه نستدعي الاختصاص الاختصاصات الأخرى. تمام. دكتور، هلا موضوع كمان خطر على بالي سؤال، انه المستمع عم يسال عن حاله، انه موضوع ايمت بيستدعي المريض يتصور له رنين مغناطيسي، وليش بعض الاحيان الدكتور بيفضل الطبقي المحوري؟ وجه الفرق بين هالاجراءين هذا. هلا حكينا بهذا الموضوع إنه الوسيلة التشخيصية الأفضل بالنزوفات الدماغية هو الطبقي المحوري للدماغ. تماما. أما في شيء أحيانا هناك أمراض أخرى يعني توحي نحو مثلا خثار جيوب وريدية مثلا، أو قد يكون خثار جيوب وريدية نازفة. نعم. مشان تنفي هذا الأمر بدك تضطر إنه تسوي MRI مع MRV، يعني رنين مع طور الوريدي. طور الوريدي، نعم. أو MRI مع MRA، يعني طور الشرياني. تماما. بهاي الحالات بقى إذا ما توفر عندك الدي اس ا، إذا كان عندك الدي اس ا هو الأفضل إجراء الدي اس ا هو تصوير أوعية دماغية بالحذف الرقمي. أما إذا ما في دي اس ا هو الإجراء الأفضل اللي يفي بالغرض، يعني اللي يفي هو إجراء رنين بطور الشرياني أو طور الوريدي. تمام. دكتور، لو نتطرق لموضوع العلاج كمان، نرجع لموضوع العلاج، ايمت بيستدعي انه المريض هذا بده فرضا عملية جراحية؟ يعني المريض اللي يستدعي العمل الجراحي هو المريض قد يكون نزف فوق جافية، نزف تحت جافية، أو أن أحيانا النزف تحت العنكبوتي. أحيانا النزف تحت العنكبوتي طبعا أشيع سبب للنزف تحت العنكبوتي هو مثل ما حكينا الدم. تماما. الأفوريزم. بقى من هالشي يتسوالوا دي اس ا تتأكد انه الدم على اي مستوى. اذا يحسنوا يركبوا له ستينت، يتركب له ستينت والمريض يرجع لحياته الطبيعية. الستينت هو بتقصدوا فيه الشنط يعني دكتور؟ لا مو الشنط. ما هو الشنط يعني. ما هو الشنط. تماما. هو كوليك. نحن عم الكوليك مثل ما يقولوا المستمع يستفيد، مثل ما يقولوا مثل ربط الشريان. تماما. ربط الشريان. تماما. الكوليك. دكتور، نحن دائما بختام برنامجنا ولقائنا مع جميع الأطباء بنخدم لقائنا بمجموعة من النصائح والتوصيات لمرضى الاختصاص نفسه. الدكتور يحيى، شو بينصح المستمعين، شو بينصح اللي الأصحاء واللي شافوا أي حالة من هالحالات هاي؟ لموضوع النصائح والتوصيات هو أول شيء ننصح المريض والأطباء أول شيء ضبط عوامل الخطورة. شو هن؟ هلا هناك عوامل خطورة أو عوامل الخطورة هناك قابلة للتعديل، وهناك عوامل غير قابلة للتعديل. تماما. أكيد. هلا العوامل الغير قابلة للتعديل هو العرق، الجنس، حادث وعي دماغي سابق. نعم. العامل الوراثي أيضا هدول ما فيك طفرات معينة، يعني طفرات العامل الوراثي هذا يدخل بالطفرات والأمور هدول. أما العوامل الوراثية القابلة للتعديل أو هن العوامل الخطورة: ارتفاع توتر شرياني، ضبط السكر، ارتفاع شحوم الكوليسترول، الداء السكري، التدخين، في شيء اسمه فرط هيموسيستين العائلي، في اضطرابات عوامل التخثر، البروتين سي والبروتين اس والأضداد الفوسفوليبيد قابلة للضبط، يعني قابلة للضبط. هذول فينا نشخص وفينا نعالج ونضبطهم. أما العوامل الثانية ما فينا نضبطهم للأسف. أكيد. بقى من هالشي ننصح جميع المشاهدين أول شيء بمراقبة الضغط، مراقبة السكر، امتناع عن التدخين، الحمية المطلقة عن الدسم والمالح وممنوع التدخين، والرياضة. الكحولية. هذا صاير شائع عندنا ببلدنا للأسف.
هالأمور هدول بدنا ناخذ بعين الاعتبار، وأتمنى للجميع الشفاء العاجل والسلامة إن شاء الله. ألف شكر لكم دكتور يحيى سعدون، اختصاصي بالأمراض العصبية، على الحضور شكراً. الجميل والمعلومات القيمة. يسلموا. شكراً. يعطيكم العافية. شكرا لكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.